المغرب كيحسبوا فيه شحال كاين من مغربي في المغرب، فهمت؟ دونك علاش كيديروا؟ حيت مؤخرا لقاو بان كاين في المغرب البترول لقاو البترول في المغرب، فهمتي؟ ديك الثروات ديال البترول قرروا انهم يفرقوها على الشعب، يعني غيفرقوها على الناس كاملين، كاع الناس غيوليو عندهم حقهم في البترول. يعني الا جات مثلا خصهم يعرفوا واش المغرب فيه 30 فيه 40 فيه 45 ناقص واحد فيه شي حاجه، باش من بعد غيقول لك كل مغربي غادي 2 مليون 3 مليون 10 مليون في الشهر، ولا يعطيوها لك كامله في دقه واحده، تجيك 100 مليون دقه واحده، راه بغيتي تاخذها ولا تجيك مليار. لهذا الا بغيتي يجيوك جوج طريقات، ندير لك واحد لاستيوس اللي هي ساهله وبسيطه وما كاينش بحالها. جي عندك هذاك السيد الاحصاء قول لي انا فيا جوج وخرج فيه عينك. ما فهمتش دابا بنادم تيقول لك لا وطروط وعلاش كريوها توم كروز، علاش يدير ميسيون امبوسيبل، علاش واش سكوت اصاحبي، واش انت كتعرف مصلحه البلاد احسن من الناس اللي مسيرين البلاد؟ راه التسطيه هذه. راه جا توم كروز للمغرب بغا يتحدى المغاربه، قال لهم moi je vais faire mission impossible au Maroc. قال لي écoute ça va être une mission impossible de faire mission impossible au Maroc. وهو قال لهم لا ça va être possible، وما قال لهم لا راه ça va être impossible. واحد حتى هو يقول لهم شوف نتوما ماشي المغاربه، نتوما ما كتزعموش، ما فيكمش الزعامه، هو اللي اضر ما قدرتوش ديروا فيها فيلم. صافي المغاربه هما يجيو من النفس، دوك اللي كيصوبوا المغرب جاو من النفس، قالوا لي شوف pour nous, ça va être mission possible de faire mission impossible. Et on va voir si tu vas faire le mission impossible bien ou si ça va finir à ضرب غلف avec les caméras du téléphone. جاوبوا بحال هكا. صافي، وداكشي علاش دابا حنا من صالحنا ان ميسيون امبوسيبل يدار في لوطوروط، فهمتي؟ واخا كاين لوطوروط ميسيون امبوسيبل هانيه ماشي مشكل. المهم بينا لهم بان حنا في المغرب قادين نديروا ميسيون امبوسيبل عندنا، يعني اننا خصنا نبقاو نفكروا في هذه المنهجيه، ماشي نبقاو نقولوا لا وهذه وديال الدوله وكذا وكيفاش وعلاش وحنا لوطوروط والناس كيستافدوا منها وهذو كيعرقلوا على العرقله السريعه ضد الميريكان. لا شوف، خلينا نقعد النظاره صاحبي، هذه اللي ما كتفهموش اصاحبي.